يوم 14 سبتمبر 2012 وقع حادث لا زال يحمل كثيرا من علامات الاستفهام، وهو اقتحام السفارة الأمريكية بعد وقفة احتجاجية سلمية دعت ليها بعض القوى والأحزاب السياسية بخصوص الفيلم المسيء للرسول. أنت كرئيس للدولة كيف تلقيت الخبر وتابعته؟ شوف، هذه أنت تقول لي أخطر أزمة مرت بها تونس، يعني 3 أو 4 أزمات اللي هي قضية الانقلاب اللي سنحكي عنه. هذه كانت مرحلة مفصلية والناس لا تعرف خطورة الوضع الذي مرينا به. بين قوسين، أنا 11 سبتمبر إذا تتذكر، 11 سبتمبر وقع اغتيال السفير الأمريكي في ليبيا. نعم. وأنا كنت جاي من أعتقد من الدوحة، وكان هناك يعني نية لزيارة ليبيا، وكنت سأقف أمام البرلمان وأقرأ خطاب كنت أعده وأعيد قراءته في الطائرة. لما نزلنا في مطار طرابلس اكتشفت اللي هناك شيء غير طبيعي. جاني رئيس المجلس آنذاك سيد مقريف وقال لي شوف، نحن عندنا مصيبة كبرى أنه تم اغتيال السفير الأمريكي والدنيا داخل بعضها، وبالتالي نحن مضطرون أن نلغي الزيارة أو أن نؤجلها. احنا لا نستطيع أن نذهب إلى طرابلس، الوضع متفجر جدا وربي يستر. فقلت له على الظالين أمين، إن شاء الله ربي يوفقكم في هذه الأزمة. والزيارة إلى ليبيا استغرقت 2 ساعة في المطار، يعني جاءوا شربوني قهوة في المطار، حكينا شوي وبعد كده قلنا لهم السلام عليكم ورجعنا إلى تونس. لم أكن أتصور أنه نفس المأساة أو نفس الخطر سيأتي لتونس. قامت يوم 14 سبتمبر، يعني أنت تقول لي مظاهرة سلمية، شو مظاهرة سلمية؟ يعني نزلت الناس بكيفية يعني غير متوقعة. لم يكن هناك أي استعدادات أو ترتيبات من قبل الحكومة. مش هذا فقط. فين أجهزة الأمن؟ فين كذا؟ فين؟ مش هذا فقط. اسمعني أقول لك، نعطيك التفاصيل. أجهزة الأمن كانت لا ترد على التليفونات، يعني كبار المسؤولين الأمنيين أغلقوا هواتفهم، مما يدل على أن القضية فيها شيء مدبر. يعني حماد الجبالي نفسه اختفى. لا أدري كيف، لكن المهم هو أنه وجدت نفسي في الساعة 11. أنا كنت أبعث مستشارية إلى مراقبة الوضع، جاءوا يقولوا لي رأي الوضع خطير جدا، والهجوم على السفارة الأمريكية يمكن أن يؤدي إلى حرقها وكذا. لا أتذكر بالضبط متى كلمتني هيلاري كلينتون. في هيلاري كلينتون كلمتني مرتين في ذلك اليوم، أعتقد في منتصف النهار أو تقريبا في منتصف النهار، يمكن في الساعة 2 في بعد الظهر. كلمتني المرة الأولى قالت لي شوف، أنا لا أستطيع أن أتصل برئيس الحكومة بكذا، وضع خطير. قلت لها شوفي سيدة هيلاري، أنا سأخذ كل القرارات اللازمة لوضع حد لهذه المسألة، لأنه الأمن فعلا اختفى، ما فيش أمن، فيش كأنه يعني تبخروا، البلد فرغت. فرغوا. فأنا ذاك بماني المسؤول على الجيش كلمت رشيد عمار، قلت له لابد أنك تبعث وحدات من الجيش لحراسة بدأ يماطل. بعد كده قال لي يماطل قال لي ايه ولا وكذا. وبعد كده طلبناه اكثر من مره، وينه الجيش؟ يقول لي المساله تتطلب وقت. شو يتطلب وقت؟ قال لي نحب امر كتابي. قلت له اعطيك امر كتابي. والامور تتطور بكيفيه رهيبه يعني بدات الهجومات وبدات الضحايا تسقط، ماتوا 4 تقريبا وجرحى وكذا. المهم هو انه اكتشفت انه لا الامن في قصور امني كبير غير مفهوم. يعني رشيد عمار يتلكأ في انه والله الجيش كانه لا يريد ان يزوج الجيش بهذه العمليه. فالحل الوحيد امامي هو كان الامن الرئاسي، فاعطيت تعليمات الامن الرئاسي انه امشوا واحموا السفير حتى لا يقع قتله ونظفوا العمليه. والامن الرئاسي هو الذي انقذ الموقف، هو الذي نظف كل يعني أوقف الهجومات وحرس كذا. الساعة 6 بالليل كلمني الأمر الرئاسي، قالوا لي خلاص الأمر خلص. فقلت لهم أنا أريد أن أذهب على عين المكان. فذهبت إلى عين المكان، كانت عبارة على يعني ساحة معركة، مما يدل على خطورة الأمر. يعني لم تتصل على رئيس الحكومة حتى ذلك الوقت؟
شوف انا بالنسبه لي كان الموضوع بالاساس ما بيني وما بين يعني قوه الجيش وقوه الامن وكذا. الجيش ما نزلش رغم الامر الكتابي. رغم الامر الكتابي ما نزلش. طب هنا في عصيان، عصيان، لكن هذا كله سيتصوى فيما بعد لما خرج. المهم هو انه يعني هو يقول انه لابد شويه وقت وانه الدبابات لا تستطيع ان تنزل وكذا، لكن سرعه الحركه اللي اخذتها في الامن الرئاسي هي التي انقذت الوضع، وهي التي مكنت من الخروج من الازمه. لانه الشيء الذي لا يعرفه الناس انه هناك ربما كان هناك تفكير في انزال عسكري في تونس، لانه من الغد وهذا بطبيعه الحال مش امر كتابي. كلمني وزير الدفاع يقول لي والله شنو رايك امكانيه انه ياتوا بعض الخبراء يعني يصير في انزال عسكري امريكي لحمايه. قلت له لا سبيل اليه، احنا نقوم بواجبنا، احنا نعمل كذا. ومن حسن الحظ انه تطويق العمليه وانقاذ السفير وانقاذ الناس يعني بطل كل، والا كانت يمكن ان يقع تدخل عسكري يعني لو لم يصر يعني هذا كان يمكن ان يقع في انزال عسكري. يعني مررنا من كارثه من اكبر الكوارث، واحمد الله انه انذاك كانت على الاقل هذا الامن الرئاسي. بين قوسين حماد الجبالي كان لما دخل طالب بشيئين، طالب بان يسكن في القصر، وطالب بانه الامن الرئاسي يكون تحت تصرفه هو. يسكن في القصر، قصر قرطاج؟ مش يسكن يعني انه الحكومه تشتغل في قصر قرطاج يعني. قلت له لا، هذه مؤسسات، انت ابقى في مكانك. وكان يطالب بالامن الرئاسي. لو كان الامن الرئاسي تحت تصرفي انذاك لوقعت مصيبه في تونس. انا اعطيت الامن، والامن الرئاسي هو الذي انقذ الوضع وانقذ البلاد من كارثه وربما من تدخل اجنبي.